هذا الطريق، طريق الأربعين، موسم عظيم، بل هو أعظم المواسم الحسينية في طوال السنة، وهو موسم لا نقول ناجح، هو فوق النجاح، باهر، يبهر الناس جميعا بسعة الخدمة فيه وكثرة المشاركين فيه، كثرة المشاركين من الخدام ومن الزائرين، زيارة مليونية باختصار. لذلك هذه الزيارة المليونية وهذه الشعيرة العظيمة قد تبتلى ببعض الأشخاص الذين يحاولون الانتفاع منها واستغلالها. وقد ورد أن لكل شيء آفة، العبادة لها آفة، النعم الأخرى لها آفة، كل شيء في الدنيا له آفة، آفة مزعجة. هذه الزيارة العظيمة لعله من آفاتها ما ابتلينا به في الأزمنة الأخيرة من تدخل بعض الجهات التي تريد أن تستغل حضور الناس المليوني للترويج لأنفسها كجهات سياسية، أحزاب، جهات، تيارات، توجهات خاصة، ترى أن هذا موسم جماهيري عظيم لا بد أن تستثمره لتكريس مبادئها وشعاراتها السياسية الخاصة. هذا في الواقع آفة في هذا المسير، لأن هذا المسير خاص بالدين فقط، وخاص بأئمة الدين فقط، بل خاص بالحسين عليه السلام فقط صلوات الله عليه. والذي يجمع هذه الملايين من الناس هو الحسين عليه السلام فقط وفقط، لا غير. لا يوجد هناك أي شعار سياسي يمكن أن يجمع هذا الجمع العظيم من الناس. لا يمكن لأي شعار سياسي أو برنامج سياسي للبشر يمكن أن يحشد هذه الحشود التي هي بالآلاف من الخدام ليخدموا الناس ليل نهار ويبذلوا هذا البذل العظيم الذي ترونه. لا يمكن أبدا. فقط وفقط هو الحسين عليه السلام الذي يمكن أن يحشر ويجمع هذا المقدار العظيم من الخدام بهذه الروحية العظيمة، ويوفر هذا البذل العظيم، ويوفر هذا القدر العظيم من الزوار والجماهير. هو الحسين فقط، وهذا سر الله تبارك وتعالى جعله في الحسين عليه السلام. إذن لا ينبغي لأحد من أهل السياسة وأهل الأغراض السياسية، طبعا لا عداوة مع أحد، نحن لا نعترض على أحد منهم في برامجه، نحن في عالم آخر لا نعترض، لكن نريد لهم أن يفهموا أن برنامجهم السياسي له ساحاته. أكو ساحة معينة إلك روح اشتغل بيها، أنت ادعو إلى تجمع جماهيري باسمك، أنت روح سوي محاضرات باسمك، أنت روح سوي أي برنامج سياسي باسمك. إحنا ما لنا علاقة، لا نعترض على أحد. الساحة السياسية مفتوحة خصوصا بالعراق، والحرية متاحة للجميع، لكن لا نريد ولا نسمح لأحد أن يأتي إلى شعائرنا التي هي للحسين عليه السلام فقط وفقط ليستغلها لعناوينه الشخصية ولبرامجه الشخصية ولاسمه الحزبي الشخصي مثلا. هذا أمر لا يجوز. هذه برامج دينية تجمع الناس، والتيارات السياسية فلتكن ما تكن، قد تكون على صواب، قد تكون على شيء من الصواب، شيء من الخطأ، بشر. لكن مهما كانت التيارات السياسية هي مفرقة غير جامعة. لا يمكن أن يجتمع الناس على تيار سياسي واحد أو على سياسي شخصية واحدة. الناس دائما تختلف في السياسة دائما. لا نريد أن نسحب هذا الاختلاف ونأتي به إلى مكان جمعنا الله عز وجل فيه حول الحسين عليه السلام، ووحدنا فيه ووحد قلوبنا حول دينه ببركة الحسين عليه السلام. هذه هي المشكلة. مشكلتنا مع هؤلاء أنهم جاءوا إلى ساحة وحدها الله عز وجل، وإلى قلوب جمعها الله عز وجل على الحسين عليه السلام، يريدون أن يبذروا فيها بذور الخلاف السياسي والمشاكل السياسية. هذا خطأ كبير يا إخوة. الجميع ينبغي أن نأتي هنا وننسى شعاراتنا وأعلامنا وصورنا الشخصية والتيارية والحزبية، ننسى كل الدنيا ونأتي فقط للحسين، ولا يرتفع لنا صوت إلا يا حسين فقط. هو الذي يجمعنا، وهي نعمة يجب أن نعترف بها
ونشكرها لله عز وجل أن جمعنا تحت راية واحدة. احنا اللي ما نجتمع في ساحة السياسة، على الأقل الله عز وجل رحمنا وجمعنا في هذا المكان وعلى هذا الطريق، فلنتمسك بهذه الوحدة الحقيقية للمؤمنين جميعا، والقلوب المجتمعة حول الحسين عليه السلام نتمسك بذلك، ولا نسمح لأحد أن يفرق فيما بيننا بشعارات مؤقتة بأهداف مؤقتة. على أي حال المطلب واضح، ولا نريد من كل ذلك توهين أحد أو مثلا والعياذ بالله إهانة أحد أو اتهام أحد بالتقصير أو إلى آخره. لا علاقة لنا بهذا. نحن نريد الحفاظ على هذه المسيرة فقط، هي مسيرة إلهية ربانية حسينية يجب أن تبقى كذلك حصرا للحسين عليه السلام. إذا اجتمع المؤمنون على ذلك هذه النعمة تدوم إن شاء الله، نسأل الله أن تدوم. ولا ينبغي لنا أن ننسى أننا كنا محرومين من ذلك في سنين ماضية تسلط علينا فيها أشد الأحزاب السياسية كفرا وإلحادا، حزب البعث. لا ينبغي لنا أن ننسى تلك الأيام السوداء التي لم نكن نستطيع أن نمشي إلى الحسين حتى في الظلام وحتى بين البساتين والنخيل. الآن هذه النعمة العظيمة، الجميع يشارك والجميع يخدم والجميع يستفيد وينتفع. علينا أن نشكر هذه النعمة، نتمسك بها ونحافظ على ضوابطها وحدودها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ جميع الزوار وجميع الخدام وجميع المشاركين ويجعلهم في حرزه وأمانه ويبلغهم إلى أهدافهم إلى الزيارة في سلامة وعافية، ببركة الصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين.